جبت لكم الطريقة الأصلية للطحينة الخام بتاعة المصانع بطعمها الأصلي. مستحيل أبدا الزيت هيفصل معاكم لآخر نقطة. السر في خطوة واحدة هقولكوا عليها في الفيديو. كمان هعمل معاكم الطحينة البودرة من غير ولا نقطة زيت. بس يا ريت قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. تعالوا بينا يلا أقولكوا أنا بعملها إزاي. مكوناتنا النهاردة 4 مكونات فقط لا غير. أول مكون وهو كوباية من السمسم الأبيض الني اللي هو مش متحمص. لو استخدمتوا سمسم متحمص هيديكوا طعم الطحينة البيتي مش بتاعة المصانع، فركزوا قوي في النقطة دي، لازم السمسم يكون ني ومش متحمص. وهنحتاج لكوباية من الدقيق، وما تقلقوش من الدقيق طعمه مش بيبان نهائي في الطحينة. الطريقة دي أنا بستخدمها من سنين يعني ما تقلقوش. ونص كوباية من الفول السوداني اللي هو بتاع الحلويات اللي هو بيكون متحمص ربع تحميصة. ما تشتروش الفول اللي هو بيكون متحمص تحميصة كاملة علشان طعمه ما يبانش في الوصفة، ده طعمه مش بيبان نهائي. كمان هنحتاج لنص كوباية من الزيت، واختاروا زيت تكون جودته كويسة علشان بيفرق معانا طبعا في طعم الطحينة. هجيب طاسة واحط فيها المكونات الجافة اللي هي نص كوباية الفول السوداني وكوباية السمسم وكوباية الدقيق، وهرفعهم على النار وهفضل اقلب فيهم كده تقليب مستمر. احنا بنقلبهم ليه على النار؟ علشان نخرج منهم الرطوبة. الطريقة دي هتخلي طعم الطحينة يكون مميز وجميل جدا جدا، وكمان فترة صلاحيتها هتطول معاكم. طب احنا هنقلب لغاية امتى؟ لغاية ما تمسكي الخليط كده بايدك تحس ان هو يعني سخن جدا جدا، يعني مش مجرد ان هو دافي، لا لازم يكون سخن جدا جدا. بس مش لدرجة ان احنا هنحمصهم او لونهم هيتغير. هسيبهم كده لغاية ما يهدوا، مش هنطحنهم وهم سخنين. ممكن نستخدم الكبة دي اللي بتكون في الكيتشن ماشين، او الكبة العادية بتاعتكو، او المطحنة بتاعت التوابل. اهم حاجة لازم الحاجات دي تكون بتطحن كويس علشان الخليط لازم يكون ناعم معانا. انا هستخدم الكبة دي اللي هي بتاعت الكيتشن ماشين، هي نفس الكبة اللي بنطحن فيها العادية. بس اهم حاجة لازم نطحن الخليط ده كويس جدا لغاية ما يبقى ناعم علشان ما يفصلش معاكو. دي نقطة مهمة جدا جدا. ولما تشغلوا الكبة او الكيتشن ماشين ما تشغلوهاش فترة طويلة علشان ما تسخنش منكم، علشان الموتور طبعا ما يتحرقش. وكمان علشان المكونات دي لما بتسخن الكبة ممكن تكتل معاكم. فاحنا بنضرب شوية ونستنى شوية، يعني ضرب متقطع كده، وبعدين بنقلبهم علشان نتأكد ان كلهم اتطحنوا وبقوا ناعمين تماما. يعني انا قلبتهم كده ورجعت ضربتهم تاني. لازم الخليط يكون ناعم جدا، وانا باكد عليكم في النقطه دي للامانه علشان ما يفصلش معاكم. بصوا انا فضلت يعني اطحنهم كده لغايه ما بقوا ناعمين خالص. وفي المرحله دي احنا بقى معانا الطحينه البودره، يعني احنا كده ممكن نستخدمها بودره من غير زيت. انا قسمت الخليط ده نصين، عملت النص كده الاولاني ده شايفين لازم يكون ناعم بالشكل ده، وبعدين رجعت تاني للكبة وضفت فيها نص الخليط اللي كان فاضل معايا. ما تضيفوش كمية كبيرة في الكبة علشان تطحن معاكم كويس، وكمان ما تاخدش معاكم وقت. كده خلاص انا طحنت كل الكمية بتاعتي. ودلوقتي ركزوا معايا في النقطة دي عشان مهمة جدا، علشان الطحينة ما تفصلش معاكم. بناخد نص كوباية الزيت ونحطها في الخلاط وبنضربهم كويس جدا جدا، وادوها حقها ووقتها في الضرب لغاية ما الزيت يفتح ويبقى بالشكل ده. تغيير اللون والكثافة بتاعة الزيت بتأثر في قوام الطحينة 180 درجة، بتخليها ما تفصلش ابدا معاكم لغاية اخر نقطة. وبعد ما الزيت ضربناه كويس جدا بنضيف الطحينة البودرة دي بالتدريج، يعني كل شوية بضيف ملعقتين وبشغل الخلاط. لما يندمج الخليط ويبقى بالشكل ده بضيف شوية تانيين لغاية ما بخلص كل الكمية. وفي النص كده ابقوا نزلوا الحاجات اللي على الجناب دي بالسباتيولا. ومش هننسى نضيف نص ملعقة صغيرة من الملح. الملح بيعمل تعادل في الطعم وكمان يعتبر مادة حافظة. انا حسيت ان القوام تقيل شوية فضفت 3 ملاعق من الزيت، فانتوا ظبطوا القوام ده براحتكم سواء تقيل او خفيف زي ما تحبوا. وبعد ما الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة حطيناها في برطمان ازاز، لازم يكون طبعا متنشف ما فيهوش ميه لان الميه ممكن تبوظ الطحينه. الطحينه لما بنعملها بتكون في الاول كده سخنه فالقوام بتاعها بيكون خفيف، لكن لما بتقعد شويه القوام بتاعها بيبقى تقيل. كل ما بتقعد اكتر القوام بتاعها بيتقل اكتر واكتر. شايفين قوام الطحينه قد ايه جميل ومثالي جدا جدا. انا ضاعفت المكونات وعملت كميه كبيره علشان انا بحب اعمل كميه يعني تكفيني شهور. كده خلاص البرطمانات بتاعتنا بقت جاهزه. ودي الطحينه البودره اللي هي من غير ولا نقطه زيت، تقدروا تتحكموا في كمية الزيت طبعا براحتكم، عايزين تضيفوا او ما تضيفوش يعني زي ما تحبوا. بنحطها كده في برطمان وبنقفله وبنحتفظ بيها.
تعالوا نعمل طبق طحينة. أنا أخدت 3 ملاعق صغيرين وضفت ليهم شوية خل، وكمان ضفت مية سخنة. المية السخنة بتظبط لي القوام بسرعة. وممكن تضيفوا شوية زيت، يعني كتروا أو تقللوا في الزيت يعني زي ما تحبوا. على فكرة الزيت بيخلي الطعم حلو بتاع الطحينة، وكمان بيظبط القوام يعني خليه يربط كده ويتقل معاكم. وضفت شوية ملح، أنا ما ضفتش توابل عشان تشوفوا يعني اللون الأصلي بتاع الطحينة. تعالوا نعمل بقى شوية طحينة من الطحينة الأصلية بتاعتنا. شايفين القوام؟ مستحيل أبدا أبدا تفرقوه عن الطحينة الجاهزة، بالعكس يعني ده أحلى وأنضف وأوفر بكتير جدا جدا. أنا ضفت شوية طحينة كده حوالي 3 ملاعق كبار، وضبطتهم بشوية خل وشوية مية سخنة، وهضيف شوية ملح. برضو ما ضفتش توابل علشان تلاحظوا اللون بتاع الطحينة قد ايه طبيعي وجميل جدا جدا. شايفين ناعمة ازاي؟ وطبعا قوام الطحينة انتوا تقدروا تتحكموا فيه براحتكم، سواء تقيل او خفيف، انكم تزودوا المية او تقللوها. بصوا بقى، دي الطحينة تاني يوم أنا سبت البرطمانات دي في المطبخ علشان تشوفوا بكل أمانة كده قدامكم النتيجة. بصوا الزيت، شايفين وش الطحينة؟ مفيش أي فصلان ولا الزيت بيفصل أبدا أبدا عن الطحينة، كلها قوام واحد. وشايفين بصوا لما قعدت برضو لتاني يوم يعني تقلت شوية، لأن الطحينة كل ما بتقعد بتتقل أكتر وأكتر. كمان لو دخلتوها التلاجة هتلاقوها بقت أتقل من كده. وده البرطمان التاني برضو هفتحه معاكم للأمانة عشان كل حاجة تبقى قدامكم. ده شكل البرطمانات تاني يوم. شايفين القوام بتاع الطحينة قد ايه مثالي؟ طبعا موفرة جدا جدا. البرطمانين دول الواحد فيهم يعني سعته 900 جرام، فشوفوا احنا عملنا كمية كبيرة ازاي. موفرة جدا جدا. اسعار الطحينة بقت حاجة صعبة جدا. جربوا الطريقة دي على ضمانتي، بجد طريقة اكتر من رائعة، والطعم مثالي جدا جدا، وعايزة اقول لكم احلى من الجاهزة اصلا. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وافادتكم. هستنى اشوف رأيكم في الكومنتات لانه بيهمني جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسيبوا لي اي كومنت عشان كل ما انزل وصفة جديدة تظهر لكم. بحبكم من كل قلبي. نهد فاروق.